قصتنا النهاردة بتحكي عن إن كان في تاجر غني عنده 10 خزاين ذهب. وفي يوم من الأيام جه يعد الخزاين لقاهم ناقصين واحدة، لقاهم بس 9. قال أنا لازم أروح للقاضي وأعرف مين اللي سرق الخزينة اللي كانت هنا امبارح. أنا عندي 3 خدام، هوديهم هما كمان للقاضي عشان أعرف مين فيهم اللي سرق الخزينة اللي ناقصة. وراح التاجر للقاضي ومعاه 3 خدام. القاضي ادى كل واحد خزينة فاضية طبعا. التاجر استغرب وقال بس هيعملوا ايه بالخزاين دي؟ راح للقاضي قال له اعزمني عندك على العشاء بعد العشاء وانا هاجي واقول لك سر التلات خزاين. مين اللي يسمع؟ 3 خدام. والتاجر قال لهم خلاص روحوا. والتاجر الاول يقول خزينة مش خزينة، سر مش سر، وانا مالي خليني في حالي. التاني يقول سر مش سر، خزينة مش خزينة، انا هدخل انام ماليش دعوة، انا ما عملتش حاجة. التالت بقى هنا كانت المفاجأة، قال سر، انا لازم اعرف ايه هو السر ده لحسن يتكشف امري ويعرفوا ان انا اللي سرقت الخزينة. اعمل ايه؟ انا اروح اسمعهم بيقولوا ايه، بره على الباب واسمع هو القاضي بيقول ايه، وكده انا هعرف السر ايه. فعلا فضل واقف وبيسمع بيقولوا ايه. والقاضي قال للتاجر الخزينة اللي هتتكسر دي هتبقى بتاعت اللي مش حرامي، والحرامي الخزينة بتاعته هي اللي هتفضل سليمة زي ما هي. مين اللي يسمع؟ مين اللي يعرف؟ الحرامي. يقول بس انا الخزينة بتاعتي ما اتكسرتش، كده هيعرفوا ان انا الحرامي. مسك يا اصحاب الخزينة بالليل وكل الناس نايمة ورماها في الارض واتكسرت 100 حتة، وقال انا كده مش هيعرفوا ان انا اللي سرقت حاجة وكذبتي مش هتبان. تاني يوم اول خادم من الخدام قال للقاضي يا سعادة القاضي انا نمت في فرشتي وصحيت وكلت اكلتي وجيت هنا ومعايا خزنتي. والتاني قال يا سعادة القاضي نمت في فرشتي صحيت اكلت لقمتي جيت بخزنتي. والتالت قال انا نمت في فرشتي صحيت كلت لقمتي وما لقيتش الخزينة بتاعتي عشان كانت مكسورة 100 حتة يا سعادة القاضي. راح القاضي ضحك وقال يبقى انت الحرامي. والحرامي قال صدقني انا مش الحرامي. بعدين قال انا فعلا الحرامي، انا اسف مش هعمل كده تاني، ارجوك ما تحبسنيش. بس بعد فوات الاوان يا صحابي، واتسجن في السجن وقال الكدابين يا صحابي وحشين ما نكونش زي الكدابين اياكم. انا عارفاكم شاطرين وممتازين وصادقين وبتقولوا الحق دايما وما بتاخدوش حاجة غيركم ولا حتى بتفكروا في ان انتوا تاخدوها. وعارفاكم كمان شاطرين وصادقين، هتكتبولي في الكومنتات رأيكم في الحلقة بتاع النهاردة، وكمان هتدخلوا يا شاطرين على قناة يوميات جوجو وتحطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الاشتراك. يلا انا مستنياكم ما تنسوش. باي.